متابعينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب الحدث ان شاء الله هننقل لكم طريقة عمل كباب الحلة بطريقة سهلة جدا. ان شاء الله هنشوف ايه نوع اللحمة والحاجات المستخدمة فيها والبهارات وكل حاجة. تابعونا لاخر الفيديو ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهاردة ان شاء الله حوالي عن 100 كيلو من اللحمة. هنعمل كباب حلة في اذان كبير جدا، وان شاء الله معايا لحمة هندي. طبعا المعروف ان اللحمة اللي هي بتاعت كباب الحل لازم تكون لحمة طرية او لحمة من يعني لحمة ناعمة من فيليتو او من ريش او من اي حتة ناعمة. لكن النهاردة ان شاء الله احنا بنجازف وهنعمل مع بعض اللحمة الهندي، وهنعمل منها اكبر كمية كباب حلة ان شاء الله. تابعونا وهنشوف هتطلع ازاي وهتطلع الجودة عاملة ايه. ادي معايا كمية اللحمة اهي، دي كمية لحمة هندي، لحوم هندي بنقطعها مكعبات صغيرة. وعلى طول معايا حل على النار ننزل فيها براس توم كبيرة او راسين توم كبيرة كده. طبعا زيت الاول على النار، زيت وشوية سمنة على النار. اول ما يقدحوا بننزل عليهم بالثوم، بلاش بصل في الاول، بصل دي في الاخر خالص بنختم بيه. الثوم اول ما يدوب يبدأ يعني يدوب يتشوح على النار كده، على طول بنكون مجهزين اللحمة القطعة وننزل على طول على في اذان الحلة الكبير ده. وعلى طول اللحمة بنشوحها في الزيت والزبدة او الزيت والسمنة، وطبعا تاخد صدمة ونفضل نقلب على طول عشان طبعا اللحمة كلها تاخد صدمة من كل اتجاه. زي ما قلنا مع بعض ان الكباب او كباب الحلة ليه طبعا اصوله بياخد لحمة ناعمة زي لحمة فيليتو، لحمة روز بيف، الحاجات ديت. لكن طبعا احنا كان متاح لدينا النهارده عندنا لحمة هندي، فطبعا احنا بنشتغل باي حاجة المتاح لينا بنشتغل بيه ان شاء الله بتطلع جودة ممتازة كمان. فالطباخ الشاطر ما بيقولش لأي حاجة لأ، بيستغل أي حاجة وبيطلع منها منتج جميل جدا يعني. فإن شاء الله هنشوف مع بعض إن النتيجة هتكون عاملة إيه. بنضيف ورق لورا وبنضيف كمان عيدان من القرفة بطعم معانا في اللحمة. وطبعا شايفين اللحمة طبعا النار شغالة على نار عالية وبالتقليب المستمر. طبعا لسه كل شوية هم الرجالة بيقطعوا لحمة، وكل ما يقطعوا كمية بنضيفها على الكمية التانية. طبعا اللحمة بتاخد صدمة من كل الاتجاهات لحد طبعا ما لونها يبقى يوصل للون البني. طبعا إن لقيناها محتاجة شوية زيت ولا حاجة بنضيف شوية زيت كمان عشان طبعا اللحمة متلزقش في قعر الصينية، خصوصا ان اللحمة مفيش معاها اي مواد سائلة ولا حاجة. فلازم طبعا تكون معايا مادة دهنية عشان طبعا اللحمة ما تلزقش في قعر الأذان. بالتقليب المستمر لحد لا طبعا الكمية التانية تجهز بنضيفها على الكمية ديت. زي ما قلنا طبعا احنا ضفنا دلوقتي بس توم، عبارة عن توم فقط، توم ورق لورا وحبهان وعيدان قرفة خشب فقط، ده اللي ضفناه. على طول طبعا شايفين بدأت اللحمة بتنزل المية على طول بتاعتها وتبدأ تبخر. طبعا ضفنا كمان كمية من اللحمة وبالتقليب على طول مستمر. وطبعا لازم اللحمة على طول تتغطى، يعني اول ما نحط الكمية بنقلبها ونكتم الغطا على طول عشان طبعا هو البخار ده اللي بيسوي اللحمة. واللحمة اول ما تنزل على النار طبعا بتنزل المية اللي فيها، والمية طبعا احنا ما بنضيفش اي سوائل، هي اللحمة بتنزل ميتها وبتستوي منها فيها كده من غير اي اضافات، لا بنحط سوائل ولا طماطم ولا صلصة ولا اي حاجة، هي لوحدها كده بتسوي نفسها في نفسها بميتها. ادي الكمية الثالثة من اللحمة هيت هننزلها. طبعا زي ما قلنا الرجالة شغالين تقطيع، كل ما يقطعوا كمية بننزلها في الأذان لحد طبعا لما الأذان بيتملي لحمة على الآخر.
ونقلبه ونغطيه ونسيبه بقى ايه على راحته خالص. وفي الاخر طبعا بنختمه بالبصل والفلفل مع بعض ان شاء الله واحده واحده كده. شايفين اللحمه بدات تطلع البخار بتاعها. طبعا البخار ده عباره عن ميه بتكون نازله من اللحمه، بتنزل ميتها، هي بتستوي منها فيها كده من غير اي اضافات زي ما قلنا سوائل ولا حاجه. وطبعا في الاخر البهارات بتنضاف في الاخر خالص. وادي بنختم زي ما قلنا بالفلفل والبصل، بصل جوانح وفلفل جوانح كمان، وبنحطه على الوش كده، وبنغطي الحلة ونسيبها لحد لما بتنزل ميتها خالص وتستوي منها فيها كده. دي طريقة كباب الحلة. وزي ما قلنا ان كباب الحلة بيكون ليه لحم قطع لحم بقري او لحم جاموسي، بتكون لحمة طرية. احنا النهاردة استخدمنا لحمة مجمدة، وان شاء الله طلعت طعمها جميل جدا وكمية محترمة استوت معانا، وكانت اللحمة دايبة دوب خالص. ادي البصل وادي الفلفل الالوان اهوت ضفناه على وش اللحمة، وزي ما قلنا كل شوية بنغطي ونسيب اللحمة. شايفين البخار اهوت من غير ما نقلب ولا اي حاجة، نسيبه لحد لما اللحمة بتنزل ميتها وتستوي على راحتها خالص. عشان طبعا كتر التقليب في اللحمة او كتر ما احنا بنفتح الغطا مش هيسوي اللحمة بتستوي بالبخار اللي فيها. على طول بننزل بهارات عبارة عن فلفل اسمر، كمون، بهار لحمة، بهار مرقة جماجي، بابريكا، وكزبرة، وبصل بودر، وشوية من الكاري. طبعا الكاري دي اختياري، الكاري ده للتطعيم واللون فقط اختياري. وشوية شطة في الاخر كده بننزل بيهم عشان طبعا بتكون تدي تيست شوية. طبعا زي ما قلنا كل مرة ان اي لحمة بنسويها ما بنضيفش لها ملح الا في الاخر خالص، عشان طبعا زي ما قلنا ان الملح بيأخر من سوى اللحمة، فالملح بنضيفه في اخر السوا خالص. وادي الحبهان في الاخر اهوت. وعلى طول طبعا بنغطي ونسيبها لحد لما تكمل سواها على النار. النار بتكون متوسطة، هي اللحمة بتنزل ميتها منها فيها بتستوي لحد لما تستوي خالص. هي طبعا هتاخد وقت شوية، بس المنتج في الاخر ان شاء الله بيكون حاجة عظيمة جدا. والطعم طبعا هتشوفوه مع بعض، السوا هتشوفوه مع بعض عامل ازاي. بتكون اللحمة دايبة خالص معنا. بنغطي طبعا وبنسيبها شوية. البخار اللي بيطلعوا دول هما اللي بيسووها. اللحمة بتنزل ميتها مع شوية الخضار، هو البصل والفلفل كلها مع بعض. طبعا كل نص ساعة ولا حاجة بنروح مقلبين تقليبة كده عشان نتأكد ان اللحمة كلها شربت من التتبيلة اللي احنا حاطينها البهارات. تقليبة كده مع بعض ونسيبها ونغطي عليها. ادي اللحمة بدأت هي تلون معايا. وطبعا شايفين كمية البخار ده زي ما قلنا بيطلع من المية اللي نازلة من اللحمة. ونغطي عليها طبعا ونسيبها لحد لما تستوي معانا. وهوريكم ان شاء الله السوا بتاعها هيكون عامل ازاي. حاجة جميلة جدا. زي ما قلنا بنستخدم اي نوع لحمة وان شاء الله بيطلع كويس. وادي معانا رجالة القوات المسلحة كانوا بيساعدونا. بنغطي الحلة ونسيبها لحد لما بنشوف في الاخر المنتج هيكون عامل ازاي. وادي النتيجة في الاخر بعد ما فضينا كباب الحلة. شايفين اللحمة وديت شكل اللحمة في الاخر. شايفين دايبة ازاي، اللحمة دايبة خالص، يدوب الواحد بيمسكها بتدوب معاه. دي كانت طريقة النهاردة. يا ريت اللي شاف الفيديو لايك